السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة. منتخب مصر يودع كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار بعد ما خسرنا من الكونغو بضربات الجزاء. حاجة تقهر وحاجة توجع القلب. وهنا الحلقة اللي أنا هتكلم فيها النهاردة دي هي رسالة لكل مسؤول، بالأخص وزير الشباب والرياضة. إحنا رايحين على فين؟ يعني أنا النهاردة ليه كل مرة أنا؟ يعني كل مرة ليه تيجي عليا أنا؟ ليه أنا كجمهور؟ أنا بتاع نفسي ده كجمهور. كل فشل، كل إخفاق، كل حرقة دم أنا اللي باشيلها كجمهور. ليه؟ طب أنا أستاهل ده ليه؟ يعني فكرة إن إحنا نقعد نشجع ونضحك على بعض والماتش الجاي هنبقى أحسن وهنبقى أحسن وما نلاقيش برضه أي تطور، دي ليه ما فيش حل ليها؟ ويعني هنقول مثلا إن اللعيبة، لا مش اللعيبة. أنا مش هشيل ولا هشتري أنا الشروة بتاعت إن اللعيبة مش على قد المستوى. ما يطلعليش إن في لعيب مش قادر، لا اللعيبة كلها موتت نفسها في الماتشات كلها، مفيش لعيب في البطولة كلها أثر. مدرب، انا برضو عندي مشكله في الاختيارات، لكن المدرب ده اصلا مين اللي جابه؟ فيتوريا كان منيمنا كلنا عشان كنا بنكسب في تصفيات كاس العالم والماتشات الوديه. لكن النهارده هل يعني يصح ان الاقي عقد الراجل ان انا اوصل كاس العالم؟ ده البونص او ده اللي مطلوب؟ انا هوصل كاس العالم، دي تبقى كارثه ما وصلناش كاس العالم بالنظام الجديد. انا مش جايب راجل عشان اجيب الديب من ديله يعني. لعيبه حتى ما حدش بيتكلم معاه. لا المشرف على الكوره بيتكلم معاه، ولا الجهاز المصري اللي معاه بيتكلم معاه. يا جماعه ده حاجه. هو حد شاف امبارح محمود حماده؟ مش هتكلم عليه ان هو امكانياته كده. محمود حماده نازل وشه اصفر، بيفكرني بفيلم كابتن مصر لما جابوا محمد امام من على المبوله في الحمام، ويقول له لا لا، تلاقي الراجل نجا يقول له لا ما تلاقيك سمعت الاسم غلط. اسم ايه اللي غلط؟ الراجل مخطوف. الكره اللي ضيعها دي واحد مخطوف مش قادر. ضربات الجزاء مهند لاشين داخل ما شاطش، ابو جبل اللي شاط. هو مفيش حد من الجهاز المعاون او من الاتحاد اللي هو فيهم ناس بتاعت كوره اللي هنجيلهم دلوقتي يقول له يا باشا الراجل ده في اخر ماتش، في ماتش السنغال في كاس الامم، ضيع ضربه جزاء فمش هيشوط، انت منزله ليه؟ هو ما بيلعبش 3 ماتشات اصلا اللي فاتوا منزله على ضربات جزاء. فالبيعه بتاعت خد دي ان اللعيبه هي اللي اثرت والمدير الفني، انا مش هشتريها. انا هتكلم بقى على المنظومه الكامله اللي هي جايبانا سابع ارض. اتحاد الكره المصري لكره القدم اللي هو ملوش اي علاقه بكره القدم. كل حاجه بيعملوها غلط، كل حاجه. هرص لكم بقى. نبدا اولا برئيس الاتحاد، راجل محترم وجميل وعلى عيني وراسي. ايه خبراته؟ مفيش. الراجل كان رئيس منطقه الاقصر وهو في اتحاد الكوره، وبعد كده مسك اتحاد الكوره وما نجحش قبل كده، لا نجيبه تاني حتى اللي ينزل قدامه ينسحب في الانتخابات اللي فاتت. نائب الرئيس نفس القصه، كان في اكبر منظومه رياضيه في مصر النادي الاهلي، بس ما عندوش خبره، ما كانش ليه دور مؤثر في النادي الاهلي. انا اول مره يا مؤمن اشوف منتخب بيلعب في بطوله ليها اتنين رؤساء بعثه. اتنين رؤساء بعثه على حساب الاتحاد. وزير الشباب والرياضه سامع اللي احنا بنتكلم فيه؟ اتنين على حساب الاتحاد رؤساء بعثه، رئيس الاتحاد والنائب. طيب حازم امام اللي هو كل ما حد يكلمه انا المسؤول عن فيتوريا. حازم امام ده كان لعيب ما جابتوش ولاده، ما فيش زيه، حريف ابن ناس محترم، بس ده علاقته بالكوره في الاداره بمعنى اصح. ما هو جربناه قبل كده وما نجحش، ويكلمنا انا اللي مسؤول عن فيتوريا. طب ما انت مسؤول، رد بقى، رد على اللي فيتوريا بيعمله ده. انا مش بتكلم في اختيارات، اختيارات دي عديناها. ما احنا في كل تجمع منتخب او كل بطوله بنعترض، لازم نطلع شويه نعترض على الاختيارات، وده طبيعي في الكوره. لكن حد يكلمه في شكل حد في اي حاجه؟ يعني هو مش لازم يا جماعه عشان كان لعيب كوره كويس يبقى ناجح اداريا. ما عندك اهو الكاميرون جايبين ايتو، الراجل اسطوره وليجند ومفيش زيه، ما جابتوش اي حد قبل كده في تاريخهم، والراجل فاشل هو رئيس الاتحاد الكاميروني. سونج مسك الفرقه وداها في 60 داهيه. يعني مش كل لعيب كبير يبقى لازم كان اداري او كويس في كل حاجه. تعالى بقى قصه محمد صلاح، اعرفها من مدرب الماني بيدرب فريق انجليزي ان محمد صلاح عنده مشكله. اصل هو ضحك علينا وما قالناش انه يطلع يتكلم. ايه الضحك ده؟ وزير الشباب والرياضه عارف الكلام ده؟ الناس حواليهم فاهمين الكلام ده؟ لا طب دلوقتي هنطلع نبرر ازاي؟ اطلع اتكلم يا عم. هو بالمناسبه مفيش متحدث رسمي للمنتخب عشان تبقوا عارفين بس.
يعني محمد غرابه ده مدير اداري، ومحمد ثابت مراد ده متحدث اعلامي، ما بشوفوش بيتكلم يعني في التلفزيون كل فين وفين. ما يطلعش هو اللي يتكلم في القصه دي، انا مش هينفع اي حد يتكلم عشان هيلبس في الحيط مع الجمهور. طلع الدكتور، الدكتور ايه اللي يتكلم؟ اهو الدكتور طلع قاعد يقول كلام، ومحمد صلاح ما كانش عايز يمشي، والاصابه، وما عندنا احسن اجهزه، ومحدش علمني شغلي، وانا شاطر، وانا والراجل دي مش بتاعته، شايلتوه الشيله ان هو يطلع يتصدر للجمهور ليه؟ هو من امتى الدكتور بيطلع يتكلم في التلفزيون على حالات؟ نكلم نشوف مداخله واحد يقول لك اصل انا في البلد في سوهاج ما اعرفش حاجه عن موضوع محمد صلاح. يا نهار اسود، يا نهار انت ايه اللي بيتقال ده في التلفزيون؟ تعالى بقى حضرتك، مين اللي هيحاسب الناس دي؟ مين اللي هيحاسب النهارده رئيس اتحاد الكوره ومنظومه اتحاد الكوره دي ان احنا مش عارفين نعمل اي حاجه؟ انت عايز تقارن بايه؟ يعني انت عايز ادخل لك دخله ايه؟ هقارن لك بالدول العربيه، المغرب وسط التوب فور في كاس العالم، احنا عمرنا ما هنحصل لو وقفنا على شعر راسنا. ايه اللي موضوع الكاميرون؟ ايه اللي موضوع المغرب؟ السنغال هي بلد افريقيه زينا، السنه اللي فاتت كسبتنا كوره ناشئين وكبار وسيدات وشاطئ وبيلي وبينج بونج، اي حاجه نقابل فيها السنغال المقرر علينا دي تدوس على وشنا. الناشئين طلعنا بفضيحه عشان الاختيارات بتاعت المدربين وبتاعت اللعيبه. تجربه غانا ونيجيريا والسنغال في الناشئين والشباب استفدنا ايه؟ طلعنا لعيبه نحترف بره ما بنطلعش. ايه اللي بيحصل؟ هو ليه اضعف حلقه في القصه دي كلها، اضعف واحد في الحلقه دي كلها او في المنظومه دي كلها هو الجمهور اللي بتشيلوه الليل. احنا اللي بنشيل الليله. انا عارف اللي بيغلط بيتحاسب، احنا اللي بنتحاسب، احنا من اول من بعد 2010 احنا اللي بنتحاسب. اللبس، ايه التيشيرتات بتاعت المنتخب دي؟ ده منظر؟ هو مفيش حاجه اسمها خامه وفي حاجه اسمها اختبارات؟ طبعا هقول لكم حاجه كده يعني اعتقد دي الشباب الرياضه عارفها يعني. شركه بوما دي بنسبه كبيره المانيه، تمام؟ احنا ما بنصنعش في المانيا، احنا واخدين الفرز الثاني او الثالث اللي بيتصنع في فيتنام. دي معلومه انا ابصم بالعشره اي حد يطلع يكلمني عليها، واقسم بالله العظيم عارفها من ساعه ما اتعملت. ما هو قلت بقى الناس مش هتركز يعني، ما لما اجي كام والله يقول ايه الهيافه اللي انت بتتكلم فيها دي. بس دي كاتيجوري بي او سي من التيشيرتات. ايه بقى تاني؟ الجمهور بيدخل ما بيخشش ماتشات، الكوره بتتطور ما بتتطورش، الموضوع الجواب اتحط في الدرج، ورئيس وزير الشباب والرياضه طلع قال لك اتحاد الكوره المسؤول. طب هو حد اتحاسب؟ ما هو انا اللي مسؤول، احنا كلنا عارفين ان هو المسؤول. اتحاسب؟ لا، انت اللي تتحاسب انت كجمهور. طيب التحكيم، ايه بقى مشكلتنا في التحكيم؟ هل تعلم حضرتك ان احنا ما عندناش ولا حكم بيلعب في منصه او في بطوله قاريه محترمه؟ يعني ما شفناش حكم ساحه في كاس عالم، في اي ما بنشوفش. ما فشله، ما هم حبه فشله، واللي بيديرهم فاشل. عندنا واحد حب يطبق العدل شويه، طلعوه شمال، قال لك ده في حاجات بقى وكلام ما ينفعش يتقال. لا ناشئين عارفين نطلع، لا كبار عارفين نلعب، لا مشاكل بنعرف نحلها. بقول لكم 2 رؤساء بعثه والتاني نايم في البلد. الاعلام الرياضي اغلبيته، مش هقول كله، واحد بيطلع في التلفزيون زي رضا عبد العال بيتهاكم على اللعيبه وبيتنمر وبيدخل في اعراض، ولا توقف ولا تحاسب. واحد تاني يطلع في التلفزيون يستضيف مدرب يقول لك انا زعلان من حازم امام عشان ما خدنيش في المنتخب. هي ايه، تورته بتتقسم؟ اطلع واحد يطلع لك يقول لك فيتوريا بيتدخل لحل مساله لشبونه مع الزمالك، يطلع مش عارف يقول لك اصل فيتوريا اتضايق، واحد يقول لك انا ما اعرفش، والتاني يقول لك هو حصل. ده تصريح في برنامج على صدى البلد، مجلس الاداره، واحد من مجلس اداره كره القدم قال لك فيتوريا اتدخل للحل. يطلع بعديها واحد تاني في قناه تانيه يقول لك لا ما حلش، واحد يقول لك انا ما اعرفش. ملاعب تكسف الواحد يلعب عليها، منظومه كل يوم بتتطور في الفشل. النهارده انا هبقى افشل من المره اللي فاتت، ده احنا في كاس الامم 2019 اللي على ارضنا تلاقيهم كانوا معتبرينها فضيحه. احنا كنا كسبنا التسعه بنقط في المجموعات واتصدمنا بجنوب افريقيا. انت هنا لعبت مين؟ يعني لعبت مين؟ انت صيدت موزمبيق. غانا اللي احنا كنا شايفينها فرقه ضعيفه رجعتك في البطوله لما اتعادلت. جزر القمر ولا الراس الاخضر، مش عارف اسمها الراس الاخضر ولا كاب فيردي، منيمه 7 8 لعيبه على الدكه وتلعبك وتعادلت، عملت عليك ماتش.
خلاص بقى هنلاعب الكونغو. طب انت ليه يهر ان انا الكونغو دي يا ريتني خسرت من المغرب، من السنغال، من اي فرقه، اقول لك ما دي بنسبه كبيره هتاخد البطوله. انا وانت كده متفقين ان الكونغو هتاخد البطوله، والله ما هتاخد البطوله، اقسم لك بالله ما هتاخد البطوله. هي طلعت من فرقه مصنفه، ويجري بقى ورا صلاح، اصله بيتعالج بره وقرفان يجي، اصل مش عارف مين اغمى عليه، امام عاشور، اصل مش عارف الشناوي اتصاب وطلع بيان بسرعه عشان ما يبقاش منظرنا وحش زي محمد صلاح. عمر مرموش عنده الخبر الجميل، مصر بتذبح بقره في اس بي ان زي ما ابراهيم فايق جابها. مصر بتذبح بقره عشان فك النحس وفك السحر وجلب الحبيب زي ما قالوا. ما احنا في 2008 كنا في انجولا باين لما اللعيبه ذبحت علشان تطلع لله، وده شيء طبيعي. بيبدوا فلوس لبناء جامع في دوله في بلد فقير، عادي بيحصل. لكن ننزل خبر ان احنا بنذبح علشان نفك النحس بتاع الاصابات، مين اللي هيحاسب على كل ده؟ انا وانت اللي بتتفرج، هو احنا بس اللي هنحاسب؟ لا رئيس اتحاد بيتحاسب، ولا نائب رئيس بيتحاسب، ولا مشرف على الكوره بيتحاسب، ولا مدرب بيتحاسب، ولا لعيبه هتتحاسب. طلع بره ما قصه اللعيبه، والله العظيم اللعيبه دي اقل حاجه فيهم. بقى ده انا وانت نتكلم الصبح، ده المفروض ينضم، ده ما يلعبش، النني ما يلعبش، النني كان كويس لحد 2019، ده ما بيلعبش في الارسنال، ما اعرفش زي طلع من المقاولين، والكلام ده كله نتقبله وناخد وندي فيه. لكن هو واحد امكانياته كده، هو اللعيب امكانياته كده، فالنهارده المدرب بيقول له انزل، لا مش هنزل عشان انا ضعيف، ما انت اخترتني. فطلع اللعيب بره القصه دي. فيتوريا ايه اللي عقده مربوط بصعود كاس عالم؟ الراجل انا اتغفلت، انا شخصيا اتغفلت فيه، انا كنت بشوف ماتشات بس بقول معلش، شكل الكوره حلو وتدويره وبنشوف. لما قابلنا فرقه محترمه احنا اتفضحنا، الراجل مخضوض. الراجل ما عندوش اي خبره في افريقيا ولا حد قاعد معاه رسال، الراجل يطلع في تصريح يقول لك انا مبسوط ان انا هروح بلد تانية غير ابيجان علشان اللعيبه نفسيا تغير جو. هو انت ما تعرفش ان انت تروح بلد دي قريه هتبقى اقل امكانياتها اقل؟ ده احنا الناس بتحسبها في بطوله افريقيا دي ان انا يا ريت العب البطوله اطلع اول عشان افضل في البلد اللي انا فيها. ما حدش قال له التصريح اللي انت هتقوله ده في الكنافه؟ فشل لفشل لفشل في كل المنظومه الرياضيه، في كل حاجه، في اي حاجه. الكوره دي والله العظيم يعني هي الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا، هي اللي بتنسينا مشاكل الدنيا اليوميه والغلا والقرف والقرف اللي احنا عايشينه فيه ده كلنا. الكره اللي والله العظيم المنتخب لو كان بيعدي كل دول بتنسى بقى كل حاجه في البلد. لكن لا، لازم ننكد عليكم، انتوا عايزين تفرحوا، لا هنكد عليكم، خد. ليه احنا عملنا لكم ايه كل ده؟ ما حدش بيتحاسب. لازم وزير الشباب والرياضه يتدخل، يعني قصدي مش تدخل حكومي، انت هتقول لهم استقيلوا علشان ما تتحبسوش، لا اقسم بالله يتحبسوا. فلوس بتدفع ما حدش عارف رايحه فين، عربيات بسواقين مع الناس مش عارفه رايحه فين، تيشيرتات بتضرب بسعر وتتاخد بماتيريال تانية وخامه تانية علشان ما حد. كلام لو الناس فتحت فيه الناس دي تتحبس. يعني اقسم بالله حرق الدم وحاجه تفضح. وبعد بعد سنتين في كاس وهنقف في الموال ده تاني وهنعمل حلقه جديده وفيديو جديد ونقول كنا فين من سنتين او من سنتين ومن سنه، نرجع سنتين عملنا نفسنا في الاخر والله العظيم ما بنوصل كاس اصلا. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. لازم وزير الشباب والرياضه يتدخل، لازم الناس دي تمشي، الناس دي فشله يا جماعه، مش عيب. ناس محترمه وفوق راسنا، اقسم بالله كلهم محترمين، بس مش بتاعتهم، مش لعبتهم. هنبعد عن الفشل، هي مش لعبتهم. الناس دي محطوطه في المكان الغلط. نجيب ناس متعلمه مثقفه عندها خبره تتعلم، بس نحس انهم بيعملوا حاجه. المشكله ان انت يا ريتك بتحس، مع المنتخب السنه اللي فاتت، البطوله اللي فاتت كان ماشي بالزق ومحدش زعل منهم في نهائي السنغال ولا ماتش الكاس العالم عشان تحس الناس عملت اللي عليها. لكن دول مفيش اي حاجه، الناس قاعده كده عادي، نخسر مش مشكله. ما حدش قرب من فيتوريا، ما حدش يتكلم عن صلاح، ما حدش النني ماله، النني ده بيلعب في الارسنال، الدكتور يطلع يتكلم. لازم وزير الشباب والرياضه يقول لهم يستقيلوا، وده مش تدخل حكومي، ان انت لو عملت كده ما حدش هيقف معاهم اصلا لما يقولوا ده تدخل حكومي، كل الناس هتقف في صفك انت. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، كفايه حرق الدم. وخلاص بقى نرجع للدوري والاهلي والزمالك وامام عاشور واحمد فتوح وزيزو والخناقات الهايفه بتاعتنا دي، وننسى الهم الكبير اللي عندنا. ان شاء الله نوصل كاس العالم، وانا جاي لكم من المستقبل، هنوصل كاس العالم ان شاء الله طبعا يعني. والله مش لازم برضه، بس يلا معلش، اتوقع ان احنا نوصل كاس عالم ونعمل معجزه نطلع دور المجموعات، ناخد على وشنا في الثلاث ماتشات ونرجع. يلا، السلام عليكم.